الطفل اللي اتقال له وهو صغير مفيش نصيب بقى لاعب بيمثل منتخب مصر في أكبر بطولة في العالم. مش الطريقة الوحيدة انك تبقى أسطورة هي انك تجيب أهداف. في لعيبة اتكتب تاريخها بالحروب اللي خدوها، حرب مع الرفض وحرب مع الإصابات وحرب مع الشك، وكل مرة الناس تسأل هيرجع زي الأول ولا لا. ورغم كل ده كان كل سقوط بداية جديدة، وكل غياب وعد بعودة أقوى. وفي النهاية ما بقاش مجرد مدافع كبير في نادي الزمالك، بقى أكتر مدافع تتويجا بالبطولات في تاريخ نادي الزمالك. ازاي بدأت الحكاية؟ وازاي لاعب في يوم اتقال له مفيش نصيب قدر يكتب اسمه بحروف من ذهب في نادي الزمالك؟ في كفر أيوب في بلبيس في محافظة الشرقية كان في طفل صغير اسمه محمود. طفل كان كل اللي شايفه قدامه هو الكورة، ملعب صغير ومراكز شباب، حلم بسيط انه يبقى لاعب كرة قدم. محمود ما بدأش من باب الشهرة، وبدأ من وسط الناس عادي، من المكان اللي بيطلع منه مواهب كتير محدش يعرف عنها حاجة. لعب في مراكز الشباب اللي عنده في بلبيس، وهنا بدأت أول خطوة في رحلته. بعدها جه الاختبار اللي كان ممكن يغير حياته، أكاديمية النادي الأهلي. محمود راح الأكاديمية، وبعدها فترة انتقل لقطاع الناشئين في النادي الأهلي، وبدأ يتمرن. وفي لحظة كان فاكرها انها نهايه الطريق، جاله قرار ان مفيش نصيب. بالنسبه لطفل صغير القرار ده كان صعب جدا. الونش حكى وقال ان وقتها حس ان الحلم انتهى، لكن مدربه شاف فيه حاجه هو نفسه ما كانش شايفها. قعد معاه وقال له ان الحكايه لسه ما خلصتش، وان اللاعب اللي عنده امكانيات عمره ما يقف عند محطه واحده. ومن هنا بدات رحله جديده، رحله طلائع الجيش. في طلائع الجيش بدأ محمود حمدي يبني شخصيته كلاعب، ومن أول اختبار قدر يلفت الأنظار وتأيد في النادي. لكن الونش ما كانش مجرد لاعب عادي في الناشئين، كان عنده ميزة مختلفة رغم إن جسمه كان صغير وقتها، لكنه كان بيعوض ده بالقوة والشجاعة. يدخل التحامات مع لاعبين أكبر منه وما يخافش. ومن هنا بدأ الاسم اللي كل الناس بعد كده عرفته، وهو الونش. وده اللقب اللي أطلقوا عليه زمايله في طلائع الجيش بسبب طريقة لعبه القوية والرجولية. الولد الصغير اللي كان جسمه نقطة ضعف حولها لسلاح. في البداية كان بيلعب باك رايت، بس بعد كده اكتشفوا في طلائع الجيش ان مكانه الحقيقي هو قلب الدفاع. ومن هنا بدأ محمود حمدي يظهر بشكل مختلف، مدافع بيعرف يقف في الملعب ويعرف يقرا اللعب، عنده شخصية اكبر من سنه، وكان حلمه بيكبر خطوة بخطوة لحد ما وصل للفريق الاول. كان سنه صغير لما طلع الفريق الاول في طلائع الجيش، لكن الطريق ما كانش سهل. اول ما طلع اتعرض لإصابة في الغضروف، إصابة كانت ممكن توقف اي لاعب في بدايته، لكن الونش رجع وكمل. بعدها لما لعب في الدوري الممتاز بدأ يلفت الانظار، بقى في عروض وبقى اسمه معروف، لحد ما جه الاختبار الاكبر، الانتقال لنادي الزمالك. في 2016 وصل محمود حمدي الونش للقلعة البيضاء. الانتقال كان خطوة كبيرة، لأن الزمالك وقتها كان عنده أسماء كبيرة في الدفاع، والجمهور مستني يشوف اللاعب الجديد. المنافسة كانت قوية جدا مع مدافعين كبار، علي جبر، دويدار، إسلام جمال، ومحمد مجدي، لكن هو كان عارف إن الفرصة مش هتيجي بسهولة ولازم يثبت نفسه. قال وقتها إن كل لاعب في الزمالك كان بيتعلم منه حاجة، وبالفعل بدأ يثبت نفسه لحد ما بقى عنصر أساسي. عدى عليه أجيال من المدافعين والثنائيات، لعب جنبه علي جبر، محمود علاء، عبد الغني، وحسام عبد المجيد، وفي كل مرة كان بيخلق رابط جديد وبيضيف للي حواليه، وبيثبت ان المدافع الكبير مش بس بيظهر لوحده، لكن كمان بيرفع مستوى اللي بيلعب جنبه. وفي 2018 كانت سنة مهمة جدا في تاريخ الونش، جدد عقده مع الزمالك وانضم لقائمة منتخب مصر في كأس العالم في روسيا. الطفل اللي اتقال له وهو صغير مفيش نصيب بقى لاعب بيمثل منتخب مصر في أكبر بطولة في العالم. في 2019 حقق مع الزمالك بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وفي 2021 شارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو. لكن بعدها بدأت أصعب فصول الحكاية، الإصابات. أصعب معركة للاعيب الكورة هي المعركة اللي بتكون بعيدة عن الملعب، لما دايما بيبقى متعود إنه موجود وفجأة يلاقي نفسه بيتفرج من بره. وده اللي حصل مع الونش في موسم 2022، اتعرض لإصابة في أوتار العضلة الخلفية. إصابة بعدته فترة لكن رجع منها، لكن الاختبار الأصعب كان لسه مستنيه. في مايو 2023 حصل له قطع جزئي في الرباط الصليبي، لحظة صعبة لأي لاعب، خصوصا لاعب مركزه قائم على القوة والالتحامات. الونش سافر ألمانيا وعمل العملية، وبعدها بدأ رحلة علاج وتأهيل. لكن هنا ظهر جزء مهم في شخصيته، وهو الاستعجال. الونش نفسه اعترف وقال ان الإصابة الأولى علمته كتير في الإصابة الثانية. قال ان أول مرة كان عايز يرجع بسرعة، وانه كسر المدة اللي حددها له الدكتور. المدة الطبيعية كانت حوالي 8 شهور، لكنه رجع بعد 6 شهور لانه كان شايف ان الفريق بيلعب من غيره ومحتاجه. لكن كرة القدم احيانا بتعاقب الاستعجال. فبعد العودة شارك في مباريات وبدأ يحس انه استعاد فورمته، لكن المشكلة كانت انه نسي اصلا انه كان مصاب. لعب مباريات كتير في وقت قصير، وده امر حذروا منه الاطباء، والثمن كان إصابة جديدة. في فبراير 2024 كانت الصدمة الثانية وفي نفس الركبة. في مباراة ودية قدام أهل جدة، الونش بيتعرض لخبطة في الركبة. في البداية عمل شوية اختبارات وكان فاكر إن الأمور بخير، لكن الدكتور وقتها طلب منه عدم الاستعجال. بعد العودة للقاهرة وفي أول تدريب ليه مع الفريق نزل الملعب، عمل الإحماء وقتها بشكل طبيعي، وفي كرة مشتركة فجأة سمع صوت الطاقة.
وقع على الأرض نفس الركبة ونفس الرباط. مرة تانية لقى نفسه لازم يبدأ من الصفر، لكن الونش عمره ما كان لاعب بيستسلم. في كل مرة كان بيقع فيها كان بيشوف طريقه للعودة. المرة الأولى علمته الصبر، والمرة التانية علمته الهدوء، لأن المرة دي ما كانش عايز يرجع بس، كان عايز يرجع بالشكل الصح، بعيد عن الاستعجال وبعيد عن الضغط. وفعلا بدأ رحلة جديدة، رحلة لاعب مش عايز يثبت انه لسه قادر، لكن عايز يثبت ان الإصابات ما أخدتش من شخصيته. وبعد فترة بدأ يشارك في مباريات ودية واستعاد الإحساس بالملعب، لحد ما جت لحظة التأكيد محمود حمدي الونش رجع. لكن قصة الونش ما كانتش جوه الملعب بس، كانت في قصة تانية خارج الخطوط، وهي علاقته بنادي الزمالك وجماهيره. وفي وقت كان فيه كلام كتير عن مستقبله وانتشرت أخبار عن وجود اهتمام من أندية تانية، الونش خرج وحسم الأمر. الزمالك دايما الأولوية، والزمالك القرار الأول والأخير، وجدد عقده مع النادي اللي وقف جنبه في أصعب لحظاته لحد 28. بعد كل الرحلة دي وبعد الإصابات والغياب والعودة، الونش كتب فصل جديد في تاريخ الزمالك، وده مع تتويج الفريق بالدوري الممتاز في موسم شاق. وبكده وصل الونش لمكانة تاريخية، أصبح أكتر مدافع تتويجا بالبطولات في تاريخ نادي الزمالك ب 14 بطولة. بعدها كتب رسالة لجماهير نادي الزمالك وقال فيها: شرف ما بعده شرف. النهاردة اسمي بيتكتب في تاريخ الكيان الكبير ده كأكتر مدافع حصد بطولات. وأهم حاجة قالها كانت في النهاية: شكرا جمهور الزمالك العظيم، السند الأول والأخير، ولسه الحكاية مكملة.